في حاجة بتعمل في حياتك عطلة وممكن جدا تعمل مشاكل في علاقتك بشريكك، وهي ان انتي تبقي طول الوقت مستنية شريكك الراجل اللي في حياتك ان هو يعمل كل حاجة بدالك. بلاقي ان في بنات كتير وستات كتير متجوزة وانس ان هي اتخطبت او دخلت في علاقة او اتجوزت او خلفت بتدوب دوبان مش صحي خالص في العلاقة. بتعمل ايه بقى؟ بتنسى نفسها، بتنسى هواياتها، بتنسى الحاجات اللي بتفرحها، بتنسى اصحابها، بتنسى تخرج، بتنسى تعمل اي حاجة لنفسها. فبيحصل ايه؟ بتبدأ تحس اللي هو ايه ده، مش دي توقعات اللي انا كنت مستنياها في العلاقه. انسان عامه عامل زي السبايدر كده. السبايدر بيمشي على 8 رجول، ما ينفعش اخد منه رجلين 3 واقول له امشي كويس. يعني لما انت تكوني واقفه على 8 رجول دول، هنفترض ان ال8 رجول دول واحده فيهم لصحتك، واقفه على رجل لعقلك، بتطوري عقلك، بتقري كتب، بتاخدي كتب، بتسمعي بودكاست، بتتعلمي شيء جديد، بتتعلمي لغه جديده، بتتعلمي اي سكيلز جديده في حياتك، انك تهتمي بجسمك، تهتمي بهواياتك، يبقى عندك علاقات صحيه، توسعي دايره بتاعت معارفك، تعرفي ناس جديده، تعملي حاجات جديده. الجزء بتاع العباده، انت بتعبدي ربنا، بتحفظي قران، بتسمعي دروس معينه، بتحافظي على صلواتك، بتحاولي تطوري من عباداتك. يعني الراجل موجود، ولو عندي اولاد موجودين، وعيلتي موجوده، كل دي حاجات انا واقفه عليها. ما ينفعش اسحب كل الحاجات دي واروح بقى عند ناحيه واحده افضل مركزه معاها وهي دي اللي هاخد منها كل الرضا وكل الساتسفاكشن. فعشان كده بيحصل انه بعد شويه بتلاقي نفسك دوبتي وبقيتي مش موجوده، بقيتي مش موجوده، مش هنا، محدش شايفك، محدش منتبه لك. وبيتقال لي كده في السيشن، قال لي اصلا هو بقى مهتم بنفسه بزياده. اهتمي بنفسك انت كمان. هو بقى بيخرج، محدش قالك ما تخرجيش. هو بقى بيخس وبيهتم بالجيم وبيروح يظبط جسمه وبيظبط اكله، بيخرج وبيتفسح وبيسافر، محدش قالك ما تعمليش كده. فاهتمي، اهتمي قوي انه تحبي حب صحي، تبقي موجودة والعلاقة، بس انتي عندك جوانب تانية في حياتك حلوة بتهتمي بيها وبتنميها. تبقي ست دماغ، تبقي شغالة على نفسك، تبقي شغالة على تطورك، تبقي شغالة على صحتك، تهتمي بستايل لبسك، تهتمي بجسمك. انتي هتكوني مبسوطة، فبالتالي ده هيرفلكت على علاقتك بشريكك، هيرفلكت على بيتك، هيرفلكت على علاقتك بأولادك. مش هتبقي طول الوقت الشخص المتفاني اللي بيضحي بكل حاجة، اللي بيبطل يخرج وبيبطل يتبسط وبيبطل يهتم بنفسه. ده ولا هيفيدك ولا هيفيد الناس المهمين اللي انت بتحبيهم. عشان ما تبقيش حاسة انك عبء، او حاسة انك متسابة، او حاسة انك ورا والناس كلها بتطلع قدام، اهتمي بالجوانب دي وركزي في الجوانب دي كلها، طوريها شوية بشوية، وهتلاقي حياتك وعلاقتك بشريكك وكمان بالناس اللي حواليكي اللي انت بتحبيهم فرقت من الأرض للسماء.